السلام عليكم. صلوا على الحبيب يا حلوين، وانزلوا صلوا على النبي كده في التعليقات، وحطوا لي اللايك الحلو بتاعكم ده، شجعوني كتير قوي على الفيديوهات دي. متأكدة مليون في المية ان الفيديو ده هيعجب ناس كتير قوي، وعايزة اعرف كام عدد بنوتة معايا بتحب المش الفلاحي اللي انا عاملاه ده. ما شاء الله، اقول لكم على طريقة مش خطيرة بجد، طريقة ممتازة، وانا من الناس اللي بحب اخزن المش وما اقدرش استغنى عنه. تمام، زي ما انتم ما شايفين، بسم الله ما شاء الله. طبعا في حد من حبايبنا ادانا خميره اللي هي بتاعه المش اللي بتبقى قديمه ولها سنين دي. طبعا بصراحه يعني انا حابه المش ده قوي. فعشان كده خدتهم واشتريت جبنه وشرش وفلفل احمر، وعملت بقى برطمان لوحدي كده من المش ده عشان يبقى عندي على طول في بيتي. تمام، زي ما انتم ما شايفين، بسم الله ما شاء الله. والجبنه فيه دايبه دوب معانا ما شاء الله، زي ما انتم ما شايفين كده. هتشوفوا معايا دلوقتي الجبنه دايبه دوبان كده، وزي الزبده ما شاء الله ناعمه. شايفين الجمال والحلاوه دي ما شاء الله، زي ما انتم ما شايفين كده. شويه مش بجبنه خطيره. حطوا لي اللايك يا حلوين، مستنين ايه؟ تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف هنعمل الطريقة دي ازاي. طبعا هنا معايا 2 كيلو من الجبنة القريش، ومعايا كيس ملح. طبعا هنجيب الجبنة وهنلفها بالملح كويس جدا زي ما انتم ما شايفين. ما تخافوش، هي مش هتبقى حادقة معانا ولا حاجة، بس عشان تبقى دايبة معانا وتبقى كويسة، ما تبقاش ناشفة كده وعاملة زي الحجر. تمام، هنلفها بالملح كده زي ما انتم ما شايفين. وفي اللي بيحط على الملح شطة، بس انا استغنيت عنها بصراحة، مش مشكلة، علشان انا اصلا هفرم فلفل احمر وهحطه فيه، وهحط معاه كمان فلفل احمر، وهحط معلقة شطة بس معاه، يعني هو بيتخلل زي ما انتم ما شايفين. هنلفه بالملح ده كويس جدا، وهنسيبه لمدة يومين لحد ما تنزل الشرش بتاعها كويس جدا، والملح هيبتدي يختفي من على الجبنة. تمام، هتشوفوا كل حاجة معايا في الفيديو اهو. زي ما انتم ما شايفين، اهم حاجة نغلفها كويس جدا بالملح. بعد كده، بعد ما لفيناها، نحط طبعا طبق تحتيها عشان ينزل الشرش. تمام، لمدة يومين. طبعا الفيديو ده انا عاملاه من اخر الشتاء بصراحة، بس ايه، مرضتش انزل الفيديو الا لما المش استوى معايا وبقى كويس. هنا طبعا شايفين العلبة دي، هي دي بقى بصراحة في حد من حبايبي كده مدهاني، بجد كان مش خطير، فمرضتش بصراحة انا اكلها كده، وقلت انا هعمل منه خميرة كبيرة معانا في البيت. طبعا هنا معايا كوباية شرش كبيرة مغلية ومبردينها، ونزلنا بيها على معلقة شطة وشوية من الملح والشمر ده، لو عايزة تطحنيه مش مشكلة. انا بحب احطه كده في المش، بجد بيبقى جميل وحلو، ولو طحنتها يبقى احسن كمان. معانا هنا فلفل احمر قرون، بجد ده بيبقى طعمه تحفة. هو حراق فعلا، بس لما بيتخزن في المش الحرقية اللي فيه دي بتطلع منه، بيبقى طعمه خطير. هنا بقى الجبنة كان نزل من عليها الملح والشرش، ونزلناها بالشكل ده. في حاجة بقى اقول لكم معايا، في اول الفيديو المش كان لون احمر، هنا دلوقتي مش لون احمر. اقول لكم بقى على حاجة، لان انا جبت له نص كيلو فلفل، وحطيت عليه كوباية شرش، وسلقته على النار، وسبته لما برد، وضربته في الخلاط ونزلت عليه. تمام، بس اللحظة دي بجد يعني اسفة ما اتصورتش. فادينا بقى اللون الاحمر الحلو معاكم، عشان اللون ده بصراحة ما عجبنيش، فانا بحب لون المش يكون